السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا. النهاردة نعمل فراخ مع بعضينا ومحشي. يلا نبتدي كده نشوف مقاديرنا. دي وراك، احنا جايبين وراك اهي، معاها مقطعة بصل زي البصل بقطعه كده باليد عادي. عايزة تبشريه زي ما بشرته قبل كده تمام، مش عايزة تمام يعني عادي متاح. ماشي. الطماطم انا كنت بشرها المره اللي فاتت، المره دي ممكن نقطعها سلطه او اي قطع كده نقطعها تمام. حطيت بصل وطماطم وفلفل احمر اللي هو فلفل الحلو اهو، ده بيدي تسكيره تسكيره للشوربه، يعني بقى الشوربه مسكره كده. ماشي. وفلفل بردك رومي، واحده صغيره يعني، واحده فلفل بردك احمر بقى عشان كبيره. نصها هي اهي كبيرة ما شاء الله، فايه نصها تمام. قطعتها المرشوش ده حب جوز الطيب بشراه تمام، عشان انا ببشره بنزله على طول فريش كده عليه يعني، مش جايباه مطحون يعني. التوابل بقى بتاعتنا اللي هتتحط على الفراخ برضك انا ضايفه توابل جديده. عندنا بابريكا طبعا عارفينها، زعتر، بابريكا معلقه كبيره، زعتر معلقه صغيره، نص معلقه بهارات السبعه، 3 حبات حبهان. يعتبر ورقه او ورقتين لورا، ورق لورا او ورق الغار بيتقال عليه. معلقه كزبره ناشفه، ربع او نص معلقه صغيره كمون تمام. نص معلقه توم، نص معلقه بصل بودر، معلقه فلفل اسود بردك، عود اللي هو القرفه ماشي مكسر كده تمام. قرنفل اتنين قرنفل تمام. وفي الكوبيبه الصيني اهي، اوضحها لكم. الكوبيبه الصيني اهي، ثواني اهي، كوبيبه صيني دي في التتبيلات بتبقى جميله قوي، بتدي ايحاء بتخلي الحاجه مسكره يعني تمام. في تتبيلات الشوي كلها بتبقى جميله، او في الكفته كنت حاطها لكم في الكفته قبل كده تمام. اهو هنحط التوابل بقى كلها كده تمام، ونقلبها في التتبيله اللي هي بهارات. احنا هنا بعد ما عملناها في التتبيله اهي، بصوا بالتتبيله ازاي، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. بس الفراخ متبله ازاي، لو واخدين بالكم بردك في بالسكينه كده بتشقي كده او بتدخلي تغرزي فيها السكينه عشان التتبيله تشرب في اللحمه تمام. ونص ليمونه، عصره نص ليمونه. الليمون غالي انا عارفه، الليمون بقى 100 جنيه، مش عارفه فيه ايه، ربنا يصبرنا على اللي احنا فيه، مش عارفه البلد فيها ايه. كل مره كده يطلع لنا حاجه غاليه، مره ليمون، مره مفيش بصل، مره مفيش سكر. يلا الله يعيننا على الايام دي. المهم احنا تبلنا اهي الفراخ تمام، وهنحطها في التتبيله بقى شويه اما ما نظبط مع بعض حاجه تانية. نيجي بقى يا حبايبي للكرنب. الكرنب ده انا كنت جايبه كرنبايه مفرزاها، هبقى منزلها لكم ان شاء الله، اعمل لكم حلقه لتفريز الكرنب، هو سهل مش صعب يعني. ده مفرزاه كيسين، كرنبايه قسمتها على 2، ده كيس. ده عباره عن اللي طبعا الورق الابيض اهو، بص لما اتفرز اهو وطلع اهو، ده من الفريزر تمام، فسيبته فك. وبص يعني حلو ازاي، اكنه لسه صابح. بص الاخضر، الورق الاخضر بص حلو ازاي تمام. اهو. اما ده بقى ايه هقول لكم عليه. دي الحاجات اللي احنا بتترمي من الكرنب اللي بنطلعها، اللي هي اسمها العروق والكلام ده، هنقول لكم هنستخدمها في ايه تمام. اهو انا هعمل بقى مع المحشي الكرنب، هعمل بردك كوسه عشان خاطر انوسه، هي بتبقى مفيده وانتوا عارفين بتبقى حلوه في المحشي. ويا سلام لو معاها بقى بردك لحمه مفرومه ابقى اعملها لكم، يعني مخلطه رز مع لحمه مفرومه بتبقى جميله جدا. المهم احنا الكوسه زي ما قلت لكم قبل كده، كنت بقول لكم بالبلدي كده، بجرحها. بمعنى ايه بجرحها؟ ان ايه، بحاول اسيب الطبقه الخضراء دي زي ما انتوا شايفين اهو،
عشان بتبقى بردك مفيدة. وعلى حسب نوع الكوسة، يعني انت جايباها جديدة صبحة نضيفة ممكن بس بتعمليها بالسكينة اللي هو كده تجريح كده بسيطة كده اهي كده اهو، عشان لو في رملة لازقة وساخة تراب حاجة بردك بتنضفيها وتشطفيها كويس وبخل. طبعا الخضار كله بيتغسل بالخل عشان ايه نطهره. تمام. طبعا احنا عندنا المقوار دوت، مش عارفه انتوا في ناس عارفاه ولا لا. المقوار اهو، بس انا اوضحه لكم اكتر اهو. المقوار ده طبعا للكوسه، يعني كويس جدا. هحاول اوريكم بقى، مش عارفه انا امسك الموبايل ازاي، عايزه اوريكم واحده هنشوف كده مع بعض. ده على قد ما اقدر انا ثبت الموبايل كده على قد ما اقدر اهو. المقوار اهو، والكوسايه اهي دي صغيره جدا اهي، بس من بعيد اهي صغيره جدا اهي. هنعمل كده اهو، هندخلها شايفين اهي، شايفين اهي. هندخلها ايه واحنا بنلف، نضغط وتلفي اضغط اهو. هتضغطي وتلفي في بقى حاجه، يعني لازم تمسكي ايدي، تمسكيها كده، تمسكيها بايدك كده عشان ما تتقطعش منك. تمام. وهتدخلي كده وتقعدي تلفي بايدك كده اهو 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 بالطريقه دي كده. بصي تسحبي بقى لبره كده تطلعي. بصوا مره واحده اهي، هي دي اللي فيها اهو اهو. وتعملي كده اهو. بس انا اشطفها لكم اهو. بصوا كده اهي اهي. هعمل بقى الحبه اللي معايا دول اللي هو نص كيلو ده ونرجع. نيجي بقى لخلطة المحشي. ده الخلاط بنحط فيه بردك اهو فلفل، شوية مية، وبعدين شوية فلفل اللي هو الأحمر ده، وشوية فلفل رومي، كله رومي. أنا مش بعمل حاجة حراقة عشان معايا طفل. اللي عايز يحط حاجة شطة أو كده ليه ده براحته. يعني في ناس كتير قوي بتحب المحشي يكون حراق، فهو بيبقى جميل فعلا، بس يعني أنا معايا طفل. ماشي. هنحط دلوقتي الفلفل والرومي دوت، وهنقطع عليه الطماطم ونضربهم في الخلاط. بعد كده حطينا الطماطم، قطعتها في الخلاط وهنضربها دلوقتي في الخلاط. احنا ضربنا الطماطم اهي، ما في خلاص بقت سايله، ما فيهاش اي حاجه ولا باين فيها فلفل ولا اي حاجه. دلوقتي بقى احنا معانا، انا بحط بصل كتير في المحشي بيبقى خليه طعمه جميل. دي تكه من التكات بردك. دول 4 حبات طماطم متوسطه. تمام. هنولع عليها النار معاكم اهو، وهنحط معلقه سمنه وهنحط زيت. تمام. زيت كده يعني هقول لكم الكميه قد ايه اهي. معلقه السمنه. تمام. ومعاها فصين ثوم متقطعين، عايزه تدوقيهم دوقيهم. بيدوا بردك لما بيتحمروا مع البصل بيدوا طعم خلطه المحشي جميله جدا. وانا الزيت اهو بحطهم معاكم اهو. طبعا انا عندي كميه البصل كتير، فحطيت يجي ربع كوبايه زيت، او لو بالمقدار بتاعي ان الزيت شويه ايه يغطي البصل كده شويه بس. تمام كده اهو. اديكوا شايفين كميه وهتتساب بقى على النار لغايه ما اقول لكم الدرجه امتى. اول ما بتطرى بحط الطماطم. تمام. بنحط الاول الصلصه وبعدين الطماطم. هوريكم بقى الصلصه اللي انا بستخدمها جميله جدا. بستخدم صلصه هارفست اهي. طبعا انا جايبه الاكياس في منها بطرمانات، بس انا بقى بحب ايه الكيس طبخه. والبطرمان كده كده يعني بنحط على وشه زيت عشان بعد ما بنستخدمه بمعلقه نظيفه عشان بيعفن. لا انا استخدم كيس طبخه خلاص. تمام. لو طبخه برضك قليله ممكن نص كيس، واخلي نص كيس لشويه كمان. تمام. بعد ما البصله تطرى هوريكم هنعمل ايه كده اهو. لو ملاحظين البصل طري. ماشي. هنبتدي بقى نحط الصلصه دي كده اهي. الكيس كله هو بيبقى يعتبر معلقه كبيره، يعني الكيس بيبقى يعني معلقه كبيره. تمام. ونقلبها كده زي ما قلت لكم، انا بقلب الصلصه الاول عشان المواد الحافظه تطلع منها. تمام اهو. تمام. بعد كده
ننزل بالطماطم. وبعدين ننزل بالتوابل. ايه هي التوابل بقى؟ دي بقى البهارات، ده الملح، ده نص معلقه بهارات محشي، ربع معلقه كاري، معلقه كزبره، ربع معلقه كمون، ربع معلقه بردك بصل باودر وتوم باودر، لان احنا حاطين توم اصلا وبصل. تمام. معلقه بابريكا، ربع معلقه زعتر، ومعلقه نعناع ناشف. هنحط بقى البهارات كده اهو اهو. تمام. دي البهارات. الفراخ بقى دي كده، انا ما قلتلكوش بقى بسويها ازاي. بفتح عليها النار لغايه ما تشرب ميتها. اول ما تشرب ميتها كده الفراخ اهي شربت، بقول لكم ميتها. هنحط الميه كده اهو اهي، اللي هي الشوربه بقى للسوى. الملح بقى اول ما بتاخد الميه دي غلوه بحط الملح. تمام. دي الخضره، شبت وبقدونس وكزبره متقطعه. وانا عندي حاجه في موضوع الخضره ده، يعني كتير بيقولك ايه، اخلص الخلطه والرز والمحشي واخلطه ببعض وبعد كده احط الخضره في الوش عشان تبقى فريش وتبقى ظاهره في المحشي. انا مش بقتنع بالكلام ده، او دي طريقتي. انا بحطه مع الصلصه لما اجي اسقط الرز وهوريكم. وهيتحط في اللي يتحشي، هيدلق عليه الميه اللي هي الشوربه، وهيبقى زيه زي يعني هيستوي. اما دي بقى كميه الرز بتاعتي، انا حاطه 4 كوبايات. طبعا ممكن يكون ازيد من الكميه اللي انا عاملاها، بس انا طبعا بحب الرز يبقى الخلطه ده يبقى فيه منه. برضك ممكن اسويه تاني يوم، بيبقى الانس بيحبه، اللي هو بيبقى بالبصل والخلطه الطماطم. فانت مثلا لو عايزه تعملي الكميه اللي انا عاملاها دي 3 كوبايات حلوه قوي. تمام. وهنكمل بقى معاكم الحشو. اهي دخلت في السوا. اوريكم برضك يعني الخضار بقى عامل الشوربه ريحتها مش قادره اوصف لكم، ومسكره جميله جدا. قربت الفراخ تخش في السوا اهي. اوريكم الصلصه. بصوا تقلت ازاي كده، لما تتقل كده كده هي اتسبكت. تمام. هنحط بقى الخضره كده اهي. زي ما قلت لكم انا مش بقتنع بان ايه الخضره هتدبل تحطيها فريش، مفيش الكلام ده، وكله واحد وكله بيبقى زي بعض. وبقلبها بالصلصه الاول عشان تتوزع كويس. عشان ايه؟ لما احط الرز. احط بقى معاكم الرز. احط معاكم الرز اهو. دلوقتي بعد ما حطينا الرز هنقعد نقلب كده ونقعده دقيقه بالظبط، دقيقه على النار واحنا بنقلبه كده اهو اهو. بصوا قوامه بقى ماسك ازاي. وننزله نحطه بقى عشان نقدمه للحشو، نحطه في طبق اللي هنحط فيه الحشو. الخلطه اهيت اللي بعد ما عملناها، اللي هنحطها في الطبق عشان نحشي. وادي الكوسه زي ما انتم شايفين اهي، احنا مقورينها اهي. وطبعا انا الرز للامانه انا زودته عشان هعمل، قلت بقى ايه الكيس التاني اللي في الفريزر بتاع المحشي اعمله كمان بالمره اهو اهو. وهعمل طبق زي ده تاني، فزودت الكميه، زودت رز تاني. تمام اهوت. سر بقى ايه برضك من اسرار التسويه، العروق دي ما بنرميهاش، بنحطها وهنرص دلوقتي عليها المحشي. ايه اللي هيحصل بقى لما احنا نرص المحشي على العروق دي كده اهو. العروق دي تخينه فسايبه مسافه بينها وبين قعر الحله، فبيضطر بيخلي المحشي من فوق وتحت يستوي، يعمل بخار للمحشي من فوق، ففوق يبقى سواه زي تحته، وفي نفس الوقت ما يعجنش، وفي نفس الوقت ما يلزقش، وفي نفس الوقت ما يتحرقش. حتى لو تيفال او حله سيراميك زي دي ايه، دي برضك من التكات. هنحشي مع بعضينا كده ونشوف. زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا دلوقتي بصبع اهو اول صف، بعمله كده بالطول، برصه كده بالطول، والتاني بالعرض اهو.
طبعا انا مش عارفه اثبت الموبايل امسكه وانا بعمله، فبس انا حبيت اوريكم واوريكم الشكل اهو. بالطول كده ارص كده بالطول الاول اهو، وبعد كده بالعرض، بعد كده هيبقى بالطول تاني، بعد كده يبقى بالعرض. هعمل لكم طبقه تانية واوريكم، يعني دي الطبقه الاولى، دي الطبقه التانية، هعمل لكم الطبقه التالتة. بنعمل محشي مع عمته اهو. جودي جت اهي معايا قاعده واحنا بنعمل المحشي. دي بقى ايه الطبقه اللي قلت لكم عليها التالتة. احنا حطينا الواحده بالاولى ودي بالعرض ودي التالتة بالطريقه دي. تمام. هنخلص بقى ونحطه على النار. احنا خلصنا اهو المحشي وحطينا عليه الكوسه. ممكن الكوسه تتحط في حله لوحدها، بس انا بسويها معاها وهنحط دلوقتي الشوربه تبقى موجوده. الشوربه بتاعتها لحد هنا تغطي اول وش المحشي. تمام. هنسويه بقى ان شاء الله ونقدمه مع بعض. الفراخ دي دلوقتي جبنا بيضه حطينا فيها فلفل وبهارات ودي الفراخ بعد ما خلصناها طلعناها. انا سبتها بس صفت فنشفت شويه اهي. ودلوقتي المقادير اللي عندي دي دقيق وكريسبي بيتباع جاهز كده، وبتاع الفراخ اللي هو كنتاكي اسمه، وبقسماط. هنخلطهم كده ببعض على بعض كده كلهم اهو. هنخلطهم كده كلهم مع بعض. ماشي تمام. اسفه انا بعمل بايدي اهو عشان نحمرها تبقى فراخ كريسبي. تمام. هنقليها بقى ونحطها في الزيت ونقليها ونقولها لكم بعد ما تخلص. الفراخ اهيت بعد ما حمرناها منظرها اهي اهي من ناحيتين. يا رب تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم. دي في الفراخ محشي اهو بعد ما خلصناه جميل. ما قلتلكوش، انا مش عارفه لما قلتلكوا انا برصه عكس عكاس ليه، عشان لما اجي انزله من الحله يبقى نازل ايه الواحده بوحدتها. واهو منظره اهو. وادي الكوسه مستويه والفلفل. والف هنا عليكم. يا رب يكون الوصفه عجبتكم او طريقتي عجبتكم في الاكل يا رب. وكل سنه وانتم طيبين. مع الف سلامه. باي باي.